في ناس كتير بتقول إن اللي اتكسر عمره ما يتصلح، وإن نقول للزمان بقى ارجع يا زمان، ولكن اللي شفته بعينيا بيقول غير كده خالص، طالما في همة، إرادة وحب حقيقي للي بتعمله. الأزهر بارك اللي هي أكبر حديقة عامة في مصر واللي تم اختيارها واحدة من أفضل 60 متنزه عام على مستوى العالم، كانت في الأصل مزبلة، مكان فضل أهل القاهرة يرموا فيه الزبالة لأكتر من 600 سنة. ولكن يجي شخص نبيل اسمه كريم الحسيني، مؤسس لمنظمة خيرية عالمية اسمها مؤسسة الأغا خان لمساعدة الدول النامية، وفي يوم وهو واقف في القلعة هناك شاف المكان ده وهو مزبلة، فصعب عليه إن إزاي يبقى فيه مزبلة وسط القاهرة التاريخية العريقة بمآذنها دي كلها، فقرر إنه يحول المزبلة إلى حديقة الأزهر بارك. لمدة 10 سنين وبتكلفة 30 مليون دولار بيحاولوا يشيلوا الزبالة اللي اتراكمت ووصلت لحجم التلال على مدار مئات السنين، ويزرعوا مكانها مئات الأشجار. وبجوار الأزهر بارك بيقع شارع سوق السلاح العريق، بيقابلك فيه بيت أثري عمره حوالي 400 سنة اسمه بيت يكن. البيت ده تم إهماله لدرجة إنه وصل لحالة صعبة جداً، وقرر أصحابه يهدوه، ولكن جه شخص نبيل مهندس أستاذ في العمارة والحفاظ على التراث المعماري، وقرر يشتريه ويرممه ويحييه من جديد. ليه حضرتك تعبت نفسك التعب ده كله؟ أكيد خد الموضوع ده سنين من حضرتك عشان توصله بالصورة دي، وأكيد برضو صرفت مال كتير لأن حضرتك فرد بترمم بيت، مش منظمة أو مؤسسة بتمول ترميم بيت. كان في تحدي مهني الحقيقة هو اللي قادني إن أنا بالفعل أشوف تجربة إن أنا أعيش فيها مع أسرتي بيت قديم. حسيت إن بيت يكن اللي إحنا سميناه بيت يكن نادانا، لأنه كان بيتهد وكنت عارف عنه، والحقيقة كنت غيور جدا على إنه هو يزال. إيه غيور جدا على إنه يزال؟ تخيلي إنه كل حجرة من دول فيها تاريخ مصر، وإحنا عمالين نزيل كل حجرة، هيفضل إيه؟ فلما بتعي بقيمة الأحجار دي هتعرفي قد إيه ممكن الواحد يبقى غيور على التراث، لأنها بتحكي حكاية، والحكاية دي لما تندثر هتتلاشى، تتلاشى من الذاكرة، تتلاشى من التاريخ. رغم إن البيت هو بيت باشمهندس علاء الخاص بيه اللي تعب فيه، إنما شايف إن للناس حق فيه، فبيسمح لهم بزيارته. أسانسير في مبنى تاريخي. بيسمح لهم بدخول المكتبة اللي عاملها فيه. ما هذا الجمال! الله الله، ده كان فتافيت، تخيلي. بيعمل ورش عمل فيه عشان يفضل البيت منارة للعلم، مصدر للإلهام، يفضل في ذاكرة التاريخ. بحيرة عين الصيرة، بصوا غرابة وجمال موقعها في قلب القاهرة القديمة. البحيرة دي في الأصل كانت عين مية صغيرة، وكانت ذات خصائص كبريتية علاجية، وكمان كانت المصدر الوحيد لاستخراج الطمي اللي بيستخدم في علاج العديد من الأمراض الروماتيزمية. ومع حدوث زلزال عام 1926 اندفعت المية أكتر من الأرض وتضاعفت مساحة العين. مع الوقت مساحة المية بدأت تتضاعف وتتضاعف، ولكن للأسف مع بداية الستينيات والسبعينيات تكاثرت العشوائيات حوالين البحيرة، وبقت مكان لإلقاء المخلفات لغاية لما تلوثت تماماً. وفي التسعينيات تم اختيار موقع بحيرة عين الصيرة إن يتبني عليه المتحف القومي للحضارة، ومن هنا جت الفرصة العظيمة إن يتم تنظيف البحيرة وإعادة رونقها من جديد. الأزهر بارك، بيت يكن، عين الصيرة، دي كلها أمثلة شاهدة على إن اللي اتكسر ممكن يتصلح ويرجع تاني، طالما في همة، إرادة وحب حقيقي للي بتعمله.